شخص معين كده الكل مش بيتكلم عنه بس اغلبنا بيحس بيه، وهو مثلا كده ايه في اخر اليوم تمسكي الموبايل بتاعك، بتفتحي انستجرام مثلا، بتشوفي ستوريز، بتشوفي بوست، بتشوفي صور، بتشوفي ريلز، حاجات من دي، وبتشوفي حياة الناس اللي حواليك. فغصب عنك كده لما بتشوفي الحاجات دي بتقارني حياتك بالناس دي. يعني مثلا بتشوفي واحدة في سنك أو أصغر منك في العمر، سافرت كتير، كل شهر بتسافر. واحدة عندها أوضة خاصة باللبس والشوزات والشنط والأكسسوارز، وكل يوم بتنزل بأوتفيت جديد. واحدة عملت مشروعها الخاص، واحدة اترقت في شغلها، واحدة اتجوزت وخلفت، وي 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 حاجات كتير. فبيكون غصب عنك كده انتي بتقولي لنفسك انا متأخرة، انا واقفة زي ما انا ما بعملش اي حاجة، الناس بتتقدم وانا قاعدة زي ما انا كده بتفرج عليهم وبس. بس خليني بقى اسألك سؤال مهم، وده اللي هيجاوب وهي ايه هيبقى الفاصل يعني. هل انت فعلا متأخرة وما بتعمليش حاجة في حياتك وواقفة، ولا انت ماشية في طريق محدش ماشيه غيرك؟ يعني انت لسه ماشية في الطريق وخطوة خطوة وان شاء الله هتوصلي، بس لسه الطريق قدامك طويل، بس انت ماشية فعلا في الطريق وبتحاولي؟ السؤال ده هيفرق معاكي جدا. دي حاجة. تاني حاجة بقى وهي السوشيال ميديا. السوشيال ميديا دي اكبر سبب بيزود الاحساس عندنا ده بشكل كبير جدا، ان احنا مش بنشوف في السوشيال ميديا حياة الناس كاملة، احنا بنشوف بس احسن لقطات في حياتهم هم عاوزيننا نشوفها. لكن ايه اللي ورا اللقطات دي احنا مش بنشوف، احنا بنشوف بس اللقطات دي بس. فبنتخيل كده بقى ان حياتهم كلها كده هنا وسعادة وحياة مثالية وبيرفكت ومفيش اي حاجة. لكن الحقيقة مش كده خالص. يعني انت مثلا بتشوفي واحدة مسافرة كل شوية، بس انت هل بتشوفي ايه اللي بيحصل ورا الكاميرا؟ لا خالص. بتشوفي واحدة مثلا كل يوم بتعرض لك انها بتلبس لبس جديد وانها نازلة بلبس جديد، بس هل مثلا انت ممكن تفكري ان ده اصلا جزء من شغلها، وان ده دعاية واعلانات، او انها مثلا بتصرف قد ايه على اللبس ده والحاجات ده عشان توصل لنقطة معينة او لهدف معين؟ لا، مش بتبصلها من النقطة دي. بتشوفي مثلا نتيجة، بس انت مش بتشوفي الطريق اللي ماشي، اللي الشخص ماشي فيه ده عشان يوصل للنتيجة دي. بتشوفي النجاح، بس انت مش بتشوفي الصعوبات والعقبات اللي الشخص مر بيها دي عشان يوصل للنجاح. انت بتشوفي لقطة، لكن ايه الحياة اللي حصلت قبل اللقطة دي ما تحصل انت ما بتشوفيهاش. فطبيعي جدا لازم تقارني نفسك. غير برضو ان في ناس بتعوز تصدر لك الحياة المثالية، واحدة تقوم لك الصبح تشرب القهوة بتاعتها، تنزل الجيم، تيجي تعمل الفطار الصحي بتاعها، ولادها الهاديين الشطار، بيتها البرفكت المثالي الهادي النظيف المترتب، كل حاجة بتبين لك ان حياتها مثالية وبرفكت، مفيش اي مشكلة عندها. وده فطبيعي تبدأي تحسي وتقولي لنفسك انا ليه حياتي مش كده، ليه حياتي مش زيهم. بس بصراحة المقارنة دي مش مقارنة عادلة خالص، مش مقارنة عادلة خالص، في ظلم كبير ليكي، لانك انتي بتقارني حياتك الكاملة، حياتك كلها الكاملة بعقباتها، بصعوباتها، بأفراحها، بأحزانها، كل حاجة انت بتمر بيها، بلقطة واحدة بس متصورة من شخص هو عاوز يصور لك اللقطة دي، مش اكتر، مش اكتر. ايه الحاجة اللي ورا اللقطة دي وايه الحياة اللي ورا اللقطة دي؟ ما تعرفيهاش. فطبيعي جدا انك انت تحسي ان الناس كلها بتتقدم والناس كلها بتعمل كل حاجة، وانتي واقفة مكانك ما بتتحركيش، مع ان ده مش حقيقي. لان زي ما انا قلتلك انت بتشوفي لقطة، بس قبل اللقطة دي ممكن يكون في سنين اصلا الانسان ده كان بيحاول فيها عشان يوصل للقطة اللي هو عرضها لك بالظبط في حياته. في مثلا بنتين اصحاب من مدرسة واحدة، الاولانية دي اتخرجت، بعد سنتين اتجوزت، بعد سنة بقت ام. طبعا دي حياة مثالية وبرفكت وحياة كاملة، وده اللي المجتمع واللي حوالينا بيشوفوا ان دي الحياة المثالية. التانية ايه اللي حصل في حياتها؟ غيرت تخصصها مرتين، لان التخصص الاولاني ده ما عجبهاش، فقررت ان هي تشوف تخصص تاني. ارتبطت بشخص كانت فاكرة ان هو الشخص الصح وطلع مش كده، فانفصلت. اشتغلت في شغل وسابته لان حست ان الشغل ده مش هيناسبها. بدأت مشروع خاص بيها وفشل، وبدأت تصلح فيه وبتحاول فيه وبتجرب فيه لحد دلوقتي. انت لما تشوفي حياته الأولى وحياة التانية هتقولي مين؟ لما تقارني هتقولي مين اللي كسبت، مين اللي حياتها أحلى؟ طبيعي مليون في المية كده من غير ما تفكري هتقولي الأولانية حياتها أحلى، حياتها مستقرة. بس خلينا نسأل سؤال تاني، مين عاش حياته أكتر؟ مين جرب في حياته أكتر؟
مين اتعلم من اخطائه اكتر، مين بقى عارف هو عايز ايه ومش عايز ايه في حياته، مين فهم نفسه اكتر. تحس ان الصورة اتغيرت شوية، لان التانية مش متأخرة، ما هيش فاشلة، هي بس عايشة حياتها بطريقة مختلفة تماما عن الاولى. جربت اكتر، حاولت اكتر، حياتها كان فيها منعطفات اكتر، تجارب اكتر، وكمان اكتشاف نفسها يمكن يكون محتاج وقت اطول. المشكلة بقى في ايه؟ في مجتمعنا. المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده للأسف حاطط كده طريق معين وجدول معين لازم البنت تلتزم بيه. لو البنت ما التزمتش بحاجات معينه في سن معين، لا يبقى هي فيها حاجه غلط، يبقى هي متاخره، يبقى هي فيها مشكله. يعني هي لازم تتخرج، تتجوز في سن معين، تبقى مامز في سن معين، تستقر، تعمل مشروعها الخاص. لازم احنا نمشي على الخطوات دي. لو ما مشيناش على الخطوات دي بالترتيب، يبقى في حاجه غلط. عشان كده انت بتحسي انك انت واقفه مكانك، ما بتعمليش حاجه، لان المجتمع اللي حواليكي بيجبرك على حاجه معينه ما انتش عاوزاها. نفسي اعرف مين اللي حط الجدول والسيستم المعين ده في حياه البنات، لان دي مش شكل الحياه خالص، ده مش شكل الحياه اصلا. النجاح ملهوش شكل واحد، النجاح مختلف من شخص للتاني، كل واحد ليه هدف معين لما بيحققه هو ده اللي بيكون النجاح اللي وصله. فللاسف مجتمعنا ده سبب برضو كبير جدا لان احنا نقارن نفسنا باللي حوالينا. كل واحدة ليها طريقها بشكل مختلف، بسرعته، بوقته، بمنعطفاته، بتجاربه، بمحاولاته، كل واحدة حياتها مختلفة عن التانية. فاسألي نفسك السؤال ده بالظبط. انت ممكن فعلا تكوني كسولة، ممكن فعلا تكوني انت متأخرة لانك كسلانة، ما بتعمليش حاجة، قاعدة في مكانك ومستنية ان التغيير يجي من عند ربنا، ده يبقى المشكلة فيكي. بس لو انت بتحاولي والموضوع محتاج وقت شوية وصبر شوية، ما تقارنيش نفسك بحد خالص، افضلي ماشيه في طريقك، مالكيش دعوه باي حد، لان الناس اللي حواليك دول ما وصلوش للي هم وصلوا له ده من باب للطاق، هم حاولوا وعفروا سنين طويله جدا عشان يوصلوا للي هم وصلوا له. برضو حاجه حلوه قوي، هنسال نفسنا 3 أسئلة مهمين ونجاوب عليهم. أول سؤال هتسألين نفسك، أنا متأخرة عن مين بالظبط؟ وليه أنا اخترت الشخص ده يكون مقياسي؟ يعني أنت ليه قارنت نفسك بالشخص ده وقلت إنك أنت متأخرة عنه؟ السؤال التاني، وده سؤال حلو قوي، لو انا ما كنتش شفت حياة شخص تاني او حياة الناس اللي حواليا، هل كنت فعلا هحس ان انا متأخرة؟ كان هيجيلي احساس فعلا ان انا متأخرة؟ ولا كنت همشي وهكمل في حياتي عادي ومش هحس بالاحساس ده؟ ولا الاحساس ده جالي بس كده لمجرد ان انا بقارن نفسي بحياة غيري؟ ده السؤال التالت وده اهم سؤال، انا اصلا عايزه ايه؟ مش اللي المجتمع بيفرضه عليا اكون عايزاه، او مش اللي الناس شايفاه نجاح اصلا، او مش اللي كل حواليا بيجروا وراه. لا، اسالي نفسك انت بالظبط، انت عايزه ايه؟ يعني انت ممكن اصلا تكوني بتجري ورا حياه مش دي الحياه اللي انت اصلا نفسك تعيشيها. يعني ممكن انت تكوني بتجري ورا حياه ولو وصلت لها هتلاقي نفسك مش مبسوطه، لان مش ده شخصيتك ولا دي الحياه اللي نفسك انت تحققيها. انت جريتي وراها بس لمجرد ان الناس اللي حواليك كلهم بيجروا وراها. مش هقولك انك انت بعد ال3 اسئله دول تمنع نفسك من المقارنه وما ينفعش والكلام ده، لا خالص. الاحساس ده طبيعي جدا، احنا بشر مش ملايكه. انك انت لما تشوفي حاجه معينه حلوه كان نفسك فيها، حاجه مش عارفه، تحسي بالغيره، تحسي بالمقارنه، ده احساس طبيعي جدا، احنا بشر. بس هي الفكرة ان الاحساس ده ما يأثرش عليكي خالص. الاحساس ده اول ما يجيلك اسألي بس نفسك ال3 اسئلة دول، واول ما تجاوب عليهم هتلاقي عقلك في حاجات بيستوعبها هي ما كانتش واصلالك، هتلاقي في نقط كده بتوضح قدامك انت ما كنتيش شايفاها، وهتهدي شويه وهتحاولي انك انت تطوري من نفسك اكتر واكتر واكتر. وبس كده، مش عاوز اطول عليكم اكتر من كده عشان خاطر ما تملوش. بس قولوا لي ايه رايكم في الحلقه المره دي، وحابين نتكلم في مواضيع زي دي ولا لا؟ اكتبوا لي في الكومنتات انتوا عشتوا تجربة زي دي ولا لأ. يمكن بنت من البنات تقراه وتحس ان هي مش لوحدها وان في ناس كتير زيها. وبس، متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم الحلقات التانية. باي باي.